مبدئيا بس انا مش عاوز جماهير النادي الاهلي تركز قوي على اداء النادي الاهلي اللي ما كانش كويس النهارده وخصوصا في الشوط الثاني، وعاوزهم يركزوا اكتر على الفوز المهم والثلاث نقاط المهمين جدا اللي بيستعيد بيهم النادي الاهلي التوازن بشكل كبير نفسيا في الدوري. لان لا قدر الله لو كنت اتعادلت النهارده قدام فاركو في المباراه الثانيه على التوالي، ده كان هيأثر على النادي الاهلي بشكل كبير في المباريات اللي جايه، وهيأثر على لعيبه النادي الاهلي نفسيا وهيخليهم ما عندهمش ثقه في نفسيهم. لكن النهارده الحمد لله على الفوز، الحمد لله على الثلاث نقاط، الحمد لله على الهدف القاتل في الدقيقه 97، والحمد لله على الهدوء والتركيز وتشغيل الدماغ اللي كان في الهدف. لان صعب جدا وانت في الدقيقه 97 تكون بالهدوء دوت والتركيز دوت وانت عليك الضغوطات الكبيره دي. لكن طبعا الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كانت هاديه جدا في الهدف، كانت مركزه، والحمد لله ان الكوره العرضيه بتاعت حسين الشحات جت لواحد زي برونو سافيو، لعيب بيشغل دماغه بشكل كبير. لو كانت جت للعيب تاني مثلا زي ياسر ابراهيم ولا حسام حسن كان ممكن يحطها في المرمى من مره واحده ويضيع على النادي الاهلي هدف قاتل النهارده قدام فاركو. لكن الحمد لله ان هي جت لبرونو سافيو. برونو سافيو طبعا بتشغيل الدماغ بالعقل الكبير حطها لمحمد شريف على طبق من ذهب وبيقول له خد هدف قاتل للنادي الاهلي في الدقيقه 97 وهات 3 نقاط مهمين جدا للنادي الاهلي في مشوار الدوري. دي طبعا اول نقطه. النقطه الثانيه ان اداء النادي الاهلي ما كانش كويس في الشوط الثاني من وجهه نظري بسبب تاخر كولر في التغييرات. لان كولر النهارده اتاخر بشكل كبير في التغييرات، واول تغييره للنادي الاهلي كانت في الدقيقه 75، وده توقيت متاخر جدا لان انت كنت لازما تعمل التغييرات بتاعتك من بدايه الشوط الثاني او على الاقل من الدقيقه 60 عشان تقدر تدي فرصه للعيبه اللي نازله ان هي تعمل لك الفارق. لكن تغييرات متاخره من كولر في الدقيقه 75، وباين جدا من بدايه الشوط الثاني ان النهارده ديانج مش في حالته، مش مركز، وكنت لازم تدفع بحمدي فتحي مكانه يعمل لك توازن اكتر في نص الملعب. النهارده كريم فؤاد مش مركز في الكور اللي بتجيله والفرص اللي بتجيله خلال المباراه، فكنت لازم تدفع بحد يعمل لك فارق اكتر ناحيه اليمين. النهارده كنت لازم تدفع بمحمد شريف بدري شويه لان انت كنت محتاج مهاجم صريح جوه الصندوق، مهاجم يصنع لك الفارق ويستقبل لك بقى العرضيات اللي ما كانش حد بيستقبلها. لان برونو سافيو مش مميز في الكرات العاليه ومش مميز في ضربات الراس، ولا هو ولا كريم فؤاد ولا احمد عبد القادر. فطبعا الاداء السيء اللي كان فيه النادي الاهلي في الشوط الثاني بسبب تاخر كولر في التغييرات. لكن اداء النادي الاهلي في الشوط الاول كان جيد بفضل قفشه. انا شايف ان قفشه في الشوط الاول كان افضل لاعب في النادي الاهلي وكان محور لعب النادي الاهلي، وقدر ان هو يصنع 3-4 فرص للاعيبه النادي الاهلي، سواء الفرصتين اللي صنعهم لكريم فؤاد او لبرونو سافيو، وكان لاعب مهم جدا للنادي الاهلي في الشوط الاولاني. ولازم نقف شويه في النقطه دي لان لازم تقول برافو لكولر النهارده ان هو دفع بقفشه من بدايه المباراه وما عاقبهوش، وطبعا ما طلعهوش بره السكور او قعده احتياطي النهارده قدام فاركو، لان بسبب طبعا اللي عمله في مباراه فيوتشر وان هو خالف التعليمات وخالف النظام في مباراه فيوتشر وخد الكوره من علي معلول اللي المفروض المسؤول الاول عن تسديد ضربات الجزاء، وطبعا ضيعها بالشكل اللي احنا شفناه. لكن النادي الاهلي طبعا وكولر اتصرفوا كويس جدا في الموضوع دوت وعاقبوا قفشه ماليا. لكن افضل حاجه في المدربين الاجانب ان هم بيتعاملوا باحترافيه، وان انت مثلا غلطت وخرجت بره النظام وخرجت بره القواعد بتتعاقب ماليا، لكن مش هستبعدك من المباريات او هعاقبك وهقعدك احتياطي لان انت طبعا لعيب مهم ولازما استفاد بيك في المباريات. وطبعا لو عاقبتك ان انت طلعت بره السكور او قعدت احتياطي دي دوت اسمه ان انا بعاقب الفرقه، ما بعاقبش قفشه، لان قفشه طبعا من اللاعبين المهمين جدا للنادي الاهلي ومهمين جدا في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا لازم تشيد بكولر بيها. لما نيجي نتكلم بقى على ده النادي الاهلي في الشوط الاول وازاي كولر بيستغل كويس جدا امكانيات كريم فؤاد في السرعات في الانطلاقات، وازاي النهارده بدا ببرونو سافيو كمهاجم وهمي، وازاي برونو سافيو بينزل لما النادي الاهلي
بيحضر الهجمه في نص الملعب بينزل لنص الملعب او بيتحرك على الاطراف عشان يفرغ المساحه لكريم فؤاد اللي طبعا بيخش في عمق الملعب ويقطع الملعب بالعرض ويخش في عمق دفاع فاركو، وطبعا يستغل الاسيستات اللي بيعملها له قفشه اللي كان مميز فيها بشكل كويس جدا النهارده في الشوط الاول، وقدر النادي الاهلي يخترق بيها دفاع فاركو اكتر من 3-4 مرات، كورتين مثلا لكريم فؤاد وكوره لبرونو سافيو وكوره لاحمد عبد القادر. فطبعا لو كريم فؤاد بيستغل الفرص اللي بتجيله خلال المباراه كانت النادي الاهلي النهارده فرق بشكل كبير جدا في الشوط الاول وتقدم على الاقل 2-0 في الشوط الاول. لكن كريم فؤاد بيقطع كويس جدا وبيتحرك كويس جدا في عمق دفاع فاركو، لكن ما بيقدرش يستغل الفرص اللي بتجيله خلال المباراه. لكن لما تيجي تبص على هدف احمد عبد القادر والتحرك الممتاز جدا في ظهر رامر صبري، وطبعا العرضيه والاسيست الممتاز من علي معلول المميز جدا في الكرات دي، ان هو بيحط الكوره بشكل كويس جدا برؤيه كويسه جدا بدقه في التمرير لاحمد عبد القادر، وعملها اكتر من مره الموسم دوت، ومتالق بشكل كبير جدا علي معلول الموسم دوت مع كولر في العرضيات في الاسيستات اللي بيعملها لعيبه النادي الاهلي. وطبعا بيودي احمد عبد القادر انفراد كامل بمرمى فاركو، واحمد عبد القادر بيحطها بشكل كويس جدا وبيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 30. لكن طبعا النادي الاهلي ما قدرش يستغل التقدم الهدف الاول، والمفروض ان هو كان يهدى اكتر من كده ويمسك كرة اكتر من كده ويحاول ان هو يستغل هدف التقدم ويحاول ان هو يقتل المباراه بهدف تاني. لكن هدف التعادل بتاع فاركو النهارده هو تقريبا نفس الخطا اللي وقع فيه لاعيبه النادي الاهلي في هدف التعادل قدام فيوتشر، في الكسل، في عدم الارتداد السريع، في عدم الترحيل بشكل كويس. لان انت لما تبص النهارده على هدف التعادل بتاع فاركو المفروض اللاعب اللي جاب الجون هو اللي كان يضغط عليه عمرو السوليه مش علي معلول. علي معلول ساب مكانه ناحيه الشمال ودخل في عمق الملعب عشان يضغط على اللاعب اللي معاه الكوره، والمفروض المكان دوت مكان عمرو السوليه هو اللي يضغط في المكان دوت. ولكن عمرو السوليه اعتمد ان طبعا في زياده عدديه للاعيبه النادي الاهلي وان الهجمه مش خطر وان صعب جدا 2 لعيبه يتفوقوا على 4 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي، وان هو يستنى الكره تتقطع ويبدا يعمل بيها هجمه مرتده سريعه. لكن طبعا شوقي نجيب ويعمل دبل باس ويحط الكره بشكل كويس جدا في ظهر علي معلول. والمفروض برضك ان احمد عبد القادر هو اللي يغطي مكان علي معلول في المكان دوت، لان علي معلول زي ما قلنا دخل في عمق الملعب وساب مكانه ناحيه الشمال، وبالتالي كان في مساحه كبيره جدا في ظهر علي معلول. المفروض اللي يغطي وراه هو احمد عبد القادر ويقوم بالواجبات الدفاعيه. لكن تبص على احمد عبد القادر برضك تلاقيه مكسل ان هو يرجع ويغطي ويقوم بالواجبات الدفاعيه بتاعته في ظهر علي معلول. والنتيجه طبعا ان بيجي الهدف التعادل لفاركو النهارده قدام النادي الاهلي في الدقيقه 35، نفس الخطا تقريبا اللي وقع فيه لعيبه النادي الاهلي في هدف التعادل قدام فيوتشر، وخسرونا نقطتين مهمين جدا في مشوار الدوري. لكن زي ما قلنا في بدايه الفيديو الحمد لله على الفوز، الحمد لله على الثلاث نقاط، 3 نقاط يخلوا النادي الاهلي يستعيد التوازن بشكل كبير جدا في الدوري، وان شاء الله اداء النادي الاهلي يتحسن اكتر من كده في المباريات اللي جايه في الدوري، ولاعيبه النادي الاهلي تبدا تفوق وتركز في المباريات اللي جايه وتسيبها بقى من الكسل وعدم التهاون اللي وقعت فيه سواء قدام في مباراه فيوتشر ولا النهارده قدام فاركو. فالحمد لله ان احنا خرجنا بفوز مهم النهارده و3 نقاط مهمين جدا، حتى لو كنا وحشين المهم ان احنا خدنا ال3 نقاط، ودي ايجابيه كبيره جدا من وجهه نظري. لما بتكون وحش وتقدر تكسب وتاخد ال3 نقاط دي حاجه كويسه جدا. لكن ان شاء الله النادي الاهلي ما يقعش في المشكله اللي حصلت النهارده وما يضغطش اكتر على جماهيره في الثانيه الاخيره زي ما حصل النهارده وحصل قدام فيوتشر. وان شاء الله الاداء يتحسن والاداء يتطور باذن الله من لاعيبه النادي الاهلي في المباريات اللي جايه باذن الله تعالى. اتمنى يا رب كل التوفيق لكولر والنادي الاهلي، اتمنى يا رب يكون كلام في الكوره عجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.